ازيكم يا ولاد؟ هتحكي لنا ايه النهارده يا إيلان؟ ايوه هتحكي لنا ايه؟ احكي لكم ايه؟ ايوه عرفت. احكي لكم النهارده بمناسبه النار اللي احنا مولعينها دي قصه كبش ابراهيم عليه السلام. يلا يا إيلان، انا متحمس جدا. وانا كمان متحمسه قوي. عاش نبي الله ابراهيم في مدينه بابل، وكان اهله وقومه بيعبدوا الاصنام. فراح سيدنا إبراهيم يدعوهم إن هم يعبدوا الله الواحد الأحد. وبعدين سمعوا كلامه؟ أكيد طبعا سمعوا كلامه. هو في حد بيعبد أصنام؟ للأسف يا كوكي هم ما سمعوش الكلام، فعشان يثبت لهم إن دي أصنام وحجارة ومش بتنفع ولا بتضر، حطم جميع الأصنام، جابهم كلهم وكسرهم على الآخر. كسرهم إزاي؟ جاب فاس يا جمال وكسرهم كلهم، وحط الفاس دي على أكبر صنم فيهم، علشان لما ييجوا ويلاقوا كل الأصنام اتكسرت يفتكروا إن هو اللي عملها. وبعدين إيه اللي حصل؟ فعلا أول ما جم ولقوا كل الأصنام متكسرة ما عدا أكبر صنم فيهم، استغربوا جدا وقالوا مين اللي عمل كده في الأصنام بتاعتنا؟ واحد من الموجودين قال لهم إنه إبراهيم، هو أكيد اللي عمل كده، لأنه ما كانش مؤمن بيهم. يلا هاتوه بسرعة ويلا نسأله. وبعدين قال لهم إن هو اللي كسرهم؟ بس أنا عايزة أفهم، هو ليه حط الفاس على الصنم الكبير؟ هتعرف دلوقتي يا أستاذ لما نكمل الحدوتة. طب يلا كملي، ما تشوقيناش يا ست إيلان. حاضر. بعد ما جه سيدنا إبراهيم وسألوه مين اللي عمل كده في الأصنام، فرد عليهم سيدنا إبراهيم وقال لهم أكيد أكبر صنم فيهم، لأن هو اللي شايل الفاس على كتفه. اسألوه يمكن يرد عليكم لو بيعرف يتكلم. وطبعا ما ردش عليهم لأنه صنم ومش بيتكلم. برافو عليكي يا كوكي. طب وبعدين هنا بقى اتأكدوا إن سيدنا إبراهيم عنده حق وبقوا يعبدوا ربنا؟ للأسف يا جمال مش ده اللي حصل. أمال إيه اللي حصل؟ قرروا إن هم يحرقوا سيدنا إبراهيم عقابا ليه لأنه كسر الأصنام. معقولة؟ ولعوا نار كبيرة جدا ورموا سيدنا إبراهيم، فربنا أمر النار إنها تكون باردة جدا وما تؤذيش سيدنا إبراهيم. سبحان الله. وخرج نبي الله من النار من غير ما يصيبه أي أذى. وبعدها فضل سيدنا إبراهيم يدعو الناس لعبادة الله لحد ما بقى شيخ كبير جدا، وعمره عدى 80 سنة وما كانش عنده ولاد خالص، فقعد يدعو الله سبحانه وتعالى إنه يرزقه بولد صالح يساعده ويفضل جنبه. وفعلا رزقه الله سبحانه وتعالى بإسماعيل عليه السلام. وبعد كده ربنا حب إن هو يختبر نبي الله إبراهيم. لما كبر إسماعيل شاف سيدنا إبراهيم في منامه إن هو بيذبح ابنه، فعرف فورا إن ده أمر من أوامر الله عز وجل وإن هو لازم ينفذه. فراح بسرعة عند ابنه وحكاله اللي هو شافه في الرؤية. طبعا ابنه قاعد يعيط يا عيني. اسكتي يا بنت انت، خلينا نسمع. ها كملي. لا طبعا يا كوكي ما عادش يعيط. قال لباباه
طبعا يا أبي، افعل ما أمرك الله به، وأنا إن شاء الله سأكون صابر على أمر الله. وبعدين زعلتني قوي، اموته. يوه، ما تصبري شوية يا دراما كوين انتي. ها، وبعدين يا إيلان ايه اللي حصل؟ سبحان الله، أول ما سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل استسلموا لأوامر الله عز وجل، أول ما جه يحاول يذبح ابنه حصل حاجة عظيمة. فجأة سمع سيدنا إبراهيم صوت من السماء بيقول له: يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وراح ربنا نزل من السماء كبش كبير قوي عشان يذبحه بدل سيدنا إسماعيل. عشان كده في الوقت ده من كل سنة بنحتفل كلنا وبنذبح الأضاحي احتفالا وتقربا إلى الله عز وجل. الحمد لله، فرحتيني. طب يلا قوليلي، استفدتي ايه من الحدوتة؟ إن إحنا لازم نسمع كلام ربنا في كل الأحوال. وانت يا أستاذ جيمي استفدت ايه؟ إن إحنا طبعا لازم نسمع كلام ربنا وكلام بابا وماما. وأهم حاجة في كل الحاجات دي إن اختيارات ربنا لينا دايما كلها جميلة. يلا نقول الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام.